الحقوني، جيت أجيب التوم وأخزّنه، عمل معايا كده وعمل لون أخضر، وخُفت إن أنا أعمله لأحسن يكون بايظ، شايفين اللون عامل إزاي. تعالي أقول لِك بقى هنعمل إيه لو أنتِ صادفتِ ولقيتِ حاجة زي كده معاكِ. يالّا نصلّي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسيش تدعميني وتعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم ونسمي بسم الله، وده موسم تخزين التوم. طبعًا التوم قبل كده اللي هو من شهر، اللي هو التوم اللي أنتِ هتفرّزيه، اللي هو هتجيبيه وتفرّزيه، لازم تستني لحد شم النسيم أو قبل شم النسيم، هو الحقيه دلوقتي عشان هو هيغلى. بنجيبه بيكون نشف معانا وخد حقه في النشفان، فبتجيبيه ولو أنتِ عايزة إنها تعلقيه في البلكونة، فأنتِ بتجيبي واحدة خلف التانية وتلفي اللفة فوق الجنب التاني، زي ما أنا باعمل كده. يعني تجيبي واحدة يمين وواحدة شمال وتلفي فوق منها بإيه الفرع بتاعها، لحد ما تخلّصي الضفيرة كلّها وتعلّقيها في البلكونة، أو بالطريقة المعتادة إن أنتِ تجيبيها كلّها وترصيها مع بعض كده وتعمليها بُقجة وتحطيها في برضك الشباك أو البلكونة. أمّا لو أنتِ هتفرّزيه بقى وتحطيه في الفريزر، فأنا هاقول لِك من أحد أنواع إن التوم يبقى حلو ويعيش معاكِ، لو أنتِ هتنشّفيه، إن هو يبقى فيه طينة ويبقى ناشفة كده وماسكة نفسها ومحجّرة. هتجيبي بقى إيه، إحنا هنجيبه وهنفرّزه، هنفرمه يعني. هنجيبه كده ونشيل الراس اللي هي فيها الطينة، ونشيل الورق اللي فيه الطينة وما ناخدش الورق كله، لإن الورق ده هنستفيد منه لإن ده كنز. هابتدي إن أنا الورق بتاعه دوّة هاشيله كده واحطه في الصينية، والعنقود الأخضر ده أو الفرع الأخضر ده هنفرمه ما تقلقوش. بس أنا بقى كنت فارمة قبل كده، ف قُلت لأ، أنا عايزة أستفيد بالروس البيضا، وده هنفرمه وهنعمله ونشيله. طبعًا وأنتِ بتشيلي كده هتلاقي فرعة كده عود أبيض، مش هتفرّقيه عن التوم، ده تشيليه، لإن ده محجّر جدًا، جدًا وممكن يبوّظ لِك الكبة بتاعتِك أو الخلاط اللي هتفرمي فيه يعني. أو المكنة. فهتبتدي تفصّصي كده وبين الفصوص هتلاقي في ورق أبيض كده تشيليه. وأنا العيدان السيقان الخضرا ديّة، أنا قُلت أنا عايزة أستفيد بيها وهاعمل منه اختراع وكنز حلو جدًا، جدًا. هابتدي أخلّص بقى الكمية بتاعتي، أيًا كان الكمية اللي أنتِ هتجيبيها، تشيلي الراس منها الطينة وتشيلي الكام ورقة كده، وتبتدي إن أنتِ تجهّزي التوم بتاعِك وتشيلي العود اللي في النُص. بعد كدهوّة خلّصت كل الكمية، ده الورق اللي طلع من التوم بتاعي، قشر التوم، هتروحي مشغّلة الفرن على نار هادية خالص وتحطيه في الرف الوسط. هيقعد فترة كده يعني، كل شوية تقلّبيه عشان ينشف، تجيبي اللي تحت فوق وكده، وينشف معانا. بعد كدهوّة هنجيب بقى التوم بتاعنا اللي إحنا جهّزناه هنحطه في الكبة، وتبتدي ما تتقّليش في الكبة كتير عشان ما يبقاش كتير ويسخّن لِك الكبة. حطّي حبّة، حبّة وافرمي زي ما أنتِ شايفة كده. ممكن تحطّي في الأثناء ديّة يا أم ملك نحط ملح، حطّي يا حبيبتي، بس أنا ما باحبش أحط ملح لإني لمّا باجي أعمل الطبيخ بتاعي بيفرق معايا الملح اللي أنا حطيته، فأنا باحب أحطه كده وباستخدمه على طول، وبيبقى أبيض شفاف من أول السنة لحد آخر السنة. ممكن يبقى عندي تاني، يعني أنا لسه موجودة عندي في الفريزر. هابتدي أخلّص كل الكمية بتاعتي كدهوّة، مش هاحط فيه ولا ملح ولا أحط نشا ولا أحط زيت. الزيت بيخلّيه متجمد في بعضه كده وبيبقى ماسك ومكلبش، فأنا مش عايزة أحط أي حاجة، أنا عايزاه زي ما هو كده. وهاخلّص بقى الكمية بتاعتي، فاض معايا هنا كمية أنا عايزة أعملها لتتبيلة السمك، وكمان لتتبيلة البتنجان، وأي بقى حاجة هاحطها في الطبيخ محتاجة معانا معلقة من التوم بالفلفل. فأنا ده برطماني ما باستغناش عنه ولا في التلاجة ولا في الفريزر. ممكن تعمليه بفلفل أخضر، ممكن نعمله فلفل أخضر، بس أنا باحب الفلفل الأحمر، بيدّي كده للبتنجان المخلل لون حلو وللسمك كمان. فحطيت معاه، ما كانش عندي فلفل أحمر في السوق أو ما كانش عندي حاليًا، فأنا كنت مفرّزة الفلفل الأحمر في الفريزر، فخدت منه معلقتين 3 وحطيته على التوم وفرمته. فأصبح معايا البطرمان الحلو دوّة اللي بينجز معايا في كل حاجة. لمّا باحتاج في أي طبخة أحط معلقة من التوم وفيها الفلفل الأحمر، بتدّي لون للتسبيكة وبتدّي لون حلو جدًا للمحشي وأي حاجة باحطها، أو تتبيلة فراخ أو تتبيلة أي حاجة، بتبقى حلوة جدًا. حطيت برطمان دوّة اللي باحطه في التلاجة، والباقي مثلًا هاحطه في أكياس وابتدي إن أنا أفرده فردة حلوة أوي، أعلمه كده بطرف السكينة بحيث إن أنا أمّا أعوزه أطلّعه من التلاجة
أكسر حتة وأرجّع الكيس، مش هاستنى لمّا الكيس كلّه يفُك ولا استنى البطرمان كلّه يفُك. هابتدي أعمل برضك في التوم الأبيض اللي إحنا مفرّزه اللي هافرده كده في الكيس وهاعمل نفس الحركة وأعلّم فيه، بحيث إن أنا لمّا أعوز أكسر حتة أو آخد الكيس خلص البطرمان اللي أنا باستخدمه، آخد الكيس وأفضّيه في البطرمان. إنما ما تاخديش الكيس وتخرّجيه برّه التلاجة وتسيبيه لمّا يفُك خالص، تاخدي القطعة اللي أنتِ عايزاها وبعدين تشيليه تاني، لأ طبعًا ما هيغمق وهيأكسد معاكِ. أنتِ وهو متلج كده بتكسري حتة وتروحي مكملة الباقي حاطاه في الفريزر. أنا بقى باشيل البطرمان دوّة في التلاجة وده اللي عملته، طبعًا عشان هتقولوا لي هيغيّر ريحة الفريزر بتاعتي، حطيه في علبة محكمة الغلق كده وكيس بلاستيك وهوب يالّا على الفريزر شيليه ولا هيعمل أي ريحة ولا أي شيء وهيبقى حلو. طب وهنا قشر التوم هنعمل فيه إيه بعد ما نشف معانا كده؟ اخضري معايا يا أم ملك، عمل لون معاه يا أم ملك، ما طبيعي يا حبيبتي عشان أنتِ حاطة معاه ورق أخضر، هو أكسد مع الورق الطبيعي الأبيض، بس ما بيبقاش فيه مشكلة ولا باظ ولا أي حاجة، بالعكس ده بيبقى حلو جدًا، حمّصيه بس في الفرن حتى لو قعد لقيتيه مثلًا طري ولسه ما نشفش، دخّليه تاني الفرن على نار هادية لحد لمّا يتحمّص يبقى ورق كده تكسريه بإيدِك، هاتي حطيه في المطحنة وطبعًا المطحنة بتاعتِك تبقى كويسة وطحناها كويس. طب يا أم ملك أنتِ بتنخلي ليه؟ عشان الشوائب ديّة. الشوائب دي كل ما تطلع منها هاخدها تاني وارجعها في الكبة لحد لما تنعم معايا وتبقى بودر خالص. ده التوم البودر باعمل بقى ايه، كل شويه بحطهم في المطحنه، بحط معاهم معلقه من النشا عشان تخلي الورق التوم ما يكتلش معايا وما احطه ما يبقاش مسك في بعضه ومكلبش. وطلع معانا ده احنا بنشتري يا جماعه تراب من السوق، ده ما طلعش توم، ده دوت الحلو كله ريحته مفحفحه المطبخ كلها، جميل جدا وما خدش معايا اي وقت وكمان طلّع معايا كمية. يالّا بقى لو وصلتِ لحد هنا بتتفرّجي على الفيديو لايك وشير لكل أصحابِك وقولي لي استفدتِ بالفيديو والّا لأ، وما تنسيش المتابعة.